أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي أو قناة مصري. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن درس المفعول به، وخدنا المفعول به لما يكون في صورة اسم ظاهر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المفعول به لما يكون في صورة ضمير متصل. كنا اتكلمنا قبل كده، قلنا إن المفعول به بيحتاج حاجة اسمها أداة المفعول، وقلنا عندنا 3 أدوات للمفعول. عندنا الإن بتتحول لإم قدام الحروف الشفهية، وإيه مع بعض الأي مع بعض الأفعال الخاصة. يبقى أنا عندي ال3 دول لما يكون المفعول اسم ظاهر بنحطهم قبل المفعول به. طب المفعول به لو جه في صورة ضمير متصل، بيبقى تصريفه مع الضمائر بنفس الترتيب اللي احنا هنقوله دلوقتي. يعني لو الفعل عادي اللي هو بياخد ان او ام، بتبقى اموي، بتبقى ام وبعد كده بنصرفها مع الضمائر. يعني انا بتبقى اموي يعني اياي، انت بتبقى امك، انتي للمؤنث بتبقى امه نفس دي، هو تبقى امف، هي تبقى امس، نحن تبقى امن، هم تبقى امو، انتم تبقى اموتين. يعني دي انا، اياي، اياك، اياكي، اياه، اياها، ايانا، اياهم، اياكم، بنفس الترتيب ده كده. ده لو الفعل مش فعل، مش من الافعال الخاصه. طب لو الفعل من الافعال الخاصه، بنشيل الاي دي او بنزود على الاي تبقى ايرو ونصرفها مع الضمائر. يعني اياي بتبقى ايروي، اياك تبقى ايروك، اياكي بتبقى ايرو، اياه بتبقى ايروف، اياها بتبقى ايروس، ايانا بتبقى ايرون، اياهم تبقى ايرو او، اياكم بتبقى ايروتين. نوضح اكتر في كم مثال كده عشان نفهم التركيبة بتبقى عاملة ازاي. لو انا حبيت اقول هي تحبني او تحب اياي، طبعا دي في زمن هنتكلم كله في زمن الحاضر عشان احنا اخدنا الحاضر الاول. يبقى اسمي اموي. طب هي تحبك هتبقى اسمي امك، واخترنا الام ليه؟ لان ده مش من الافعال الخاصه. طيب هي تحبك انت للمؤنث تبقى اسمي امو، هي تحبه تبقى اسمي امف، هي تحبها او تحب اياها يعني اسمي اموس، هي تحبنا او تحب ايانا تبقى اسمي امون، هي تحبهم تبقى اسمي امو، هي تحبكم انتم تبقى اسمي اموتين. دي بالنسبة للتصريف مع الأفعال العادية. طب لو الفعل خاص من ضمن الأفعال اللي احنا خدناهم قبل كده زي يضرب ويسبح ويدعو والكذا فعل اللي احنا أخدناه، مثلا هنقول هي تضربني يعني تضرب إياي تبقى إسشاري إيروي، بدل إموي خدناها إيروي لأن ده فعل شار يضرب من الأفعال الخاصة. طيب هي تضربك تبقى إسشاري إيروك، هي تضربك أنت إسشاري إيرو، هي تضربه أو تضرب إياه إسشاري إيروف، هي تضربها إسشاري إيروس، هي تضربنا نحن أو تضرب إيانا يبقى إسشاري إيرون، هي تضربهم إسشاري إيرو، هي تضربكم إسشاري إيروتين، وهكذا. يبقى كل اللي احنا بنعمله لو الفعل من الافعال الخاصه بنبدا بالاي ونصرفها مع بقيه الضمائر، لو الفعل مش من الافعال الخاصه بنبدا بالام ونصرفها مع بقيه الضمائر. طيب دلوقتي هناخد كم مثال عن المفعول به كاسم ظاهر والمفعول به كضمير متصل، وازاي بنحولها من اسم ظاهر، نحول المفعول به من اسم ظاهر لضمير متصل. لما احب اقول مثلا نحن نحب الله يبقى تين مي ام فنوتي، عايز اقول نحن نحبه اقصد الله يعني، او نحن نحب اياه يبقى تين مي ام مف. خدنا اداه المفعول دي وحولناها لضمير متصل
بقت اموف عشان هو نحبه هو. طيب هو يحب القطة اف مي ان تي شاف، يبقى هتبقى اف مي اموس. هو مين يحب القطة؟ اموس يحب اياها يعني. طيب لو جالنا ضمير سوري، لو جالنا فعل من الافعال الخاصة، بدل الام بنحولها لاي، او الان بنحولها لاي. يعني بقول تين اسمه ايه اف نوتي، نحن نسبح الله. عايز اقول نحن نسبحه، يبقى تين اسمه ايروف، نحن نسبحه هو. لو حبيت اقول نحن نسبحك انت، يبقى تين اسمه ايروك. عايزين نقول نحن نضرب القطة، يبقى تين شاري ايه تي شاف، لان شاري من ضمن الافعال الخاصة. عايز اقول نحن نضربها، نقصد القطة يعني، يبقى نقول ايه؟ تين شاري ايروس، وهكذا مع تصريف بقية الضمائر.